بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، لتنطلق الخيول المشاركة في هذا السباق الإنتاج المحلي من دولة الكويت. واليوم نتابع هذه الانطلاقة لمضمار الشيخ صباح الناصر الصباح فروسية الجهرة، وكذلك أيضا هذه المتابعة من الجواد أملي شيء. وهناك أيضا مشاركة الطور على هذا السباق. أملي بدأ يتقدم بكل قوة على هذه الصدارة، والمشاركة أيضا من الإنتاج المحلي في دولة الكويت بالخيار رافت يتقدم بكل قوة على الصدارة الآن في هذه المشاركة. الجواد أملي لا زال متقدم ومسيطر تماما بكل قوة الآن في هذه المشاركة. للجواد أملي مع الجواد الطور الآن على المركز الثاني بالخيال سالم العجمي في هذا السباق والمشاركة في هذا الشوط. هناك الفرس شيء لناصر الهيفي بالخيال على الخياري على المركز الثالث في هذا الشوط، لكن نتابع الجواد أملي والمنعطف الأخير والدخول الخط المستقيم الآن في هذه المشاركة الثنائية على مقدمة الشوط الآن. الطور، نعم الطور لاسطبل حجيلان يحاول بكل قوة بالخيال سالم العجمي على المركز الثاني من الخارج، لكن محاولات مع الجواد أملي في هذا التحدي عند علامة التوفورنج مسافة 400 متر الأخيرة. ونتابع الجواد الطور وأملي. هناك الفاظ شيء تنتظر أيضا في المركز الثالث، لكن الطور نعم، والرميات الأخيرة لاسطبل حجيلان نعم يحسمها بالخيال سالم العجمي يحقق المركز الأول في هذا السباق. والمشاركة بالفعل ألف مبروك. ومن فروسية الجهرة كما نتابع الآن معاكم مشاهدينا، ألف مبروك لاسطبل الحجيلان بالخيال سالم العجمي، دقيقة 50 ثانية 37 جزء من أجزاء الثانية في هذا الشوط. للجواد الطور لاسطبل الحجيلان ألف مبروك، شوط الإنتاج المحلي في دولة الكويت. مبروك. وكما نتابع الآن السيد حسن ناصر البدين يقدم هذه الجائزة، وهناك أيضا تسليم كؤوس أيضا بعد نتيجة الفحص. ومبروك هذا الفوز والتتويج. لحظات مشاهدينا الكرام كما نتابع معكم الآن هذه الانطلاقة والمشاركة لمسافة 1050 متر في هذا الشوط، شوطنا الثاني. كما نتابع الآن هذه الانطلاقة من السعود السعد لاسطبل الزعبوط بدأ يتقدم بكل قوة. هناك أيضا مشاركة من المصمك لاسطبل الخثية على المركز الثاني، ولكن نتابع أيضا الجواد الأصدق لاسطبل الفاضل على المركز الثالث من الخارج. لكن شوف الآن متابعة الجواد بولش الاسطبل البرازي يحاول بكل قوة الآن في هذا السباق. ومتابعة أيضا جديدة لهذا الجواد مع الجواد سعود السعد على هذا التحدي الآن من فروسية الجهرة هذا المضمار. وهناك أيضا بقية هذه الخيول الوسم يحاول من الداخل. هناك يبدأ هجوم بكل قوة، هلا عبيد لهيب محمد الحجرف أيضا يحاول بكل قوة من الخارج الجواد هلا عبيد مع الجواد سعود السعد في هذا السباق. وكذلك أيضا هناك الجواد بولش المركز الثالث. الرابعة هشام الاسطبل الزلم وجحوم. وبالفعل الجواد هلا عبيد لهيب محمد الحجرب بالخيال وسيانو، دقيقة 6 ثواني 58 جزء من الأجزاء الثانية في هذا الشوط. وألف مبروك. وبالفعل حصوله أيضا على هذا السباق وفي هذه الرميات الأخيرة التي نتابعها معاكم مشاهدينا الكرام في هذا الشوط. وشوط قوي يجمع هذه الخيول المشاركة في هذا السباق، دقيقة 6 ثواني 58 جزء من الأجزاء الثانية. مبروك على هذا الفوز فوز الجواد هلا عبيد. وبتقديم الكأس الآن إلى عمداء اسطبل هيف محمد الحجرف بفوزهم بالجواد هلا عبيد.
وكما نتابع مشاهدينا الكرام الآن شوطنا الثالث مسافة 1400 متر، مسافة 7 لحظات. مشاهدينا الكرام، بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا، لينطلق هذا الشوط الآن، شوطنا الثالث في هذا السباق. مول سيبر أيضا الاسطبل الزامل بجحوم ساري ورفيع الشان فرديان، وأيضا بلت تشلي في هذا الشوط. برايد الوحش سمهر وجه السعد في هذا السباق. كما نتابع أيضا هذا الشوط الآن والانطلاقة القوية، نتابع من الجواد وجه السعد، لكن الجواد رفيع الشان لاسطبل العودة. أيضا بليت تشلي لاسطبل جاسم سفاه الحوطي في هذا السباق، مع أيضا الجواد رفيع الشان لاسطبل العودة بالخيال فيصل فرماوي يتقدم بكل قوة على حساب هذه الخيول المشاركة في هذا السباق والانطلاقة أيضا القوية. هناك بدأ ظهور سمهر من الخارج اسطبل محيس الحسيني في هذا الشوط، وجه السعد لاسطبل الرزحان على المركز الثالث من الخارج. ونتابع الآن الجواد رفيع الشان لا زال متقدم ومسيطر تماما. كما نتابع هذه اللقطة الخلفية من هذه اللقطة الجوية التي نشاهدها مع هذه الخيول، ومع أيضا مشاركة هذه المجموعة. بالفعل سباق قوي ليجمع هذه الخيول للجواد رفيع الشان. رفيع الشان يكسب المركز الأول في هذا السباق والمشاركة في هذا الشوط. بالفعل رفيع الشان يحقق المركز الأول. وكما نتابع أيضا هذه الخيول في مشاركتها في هذا السباق مع السلوموشن. كما نتابع مشاهدينا في هذا الشوط، وكذلك أيضا متابعتها في هذه الانطلاقة وأيضا مشاركته. دقيقة 31 ثانية 86 جملة أجزاء ثانية. المركز الثاني وجه السعد، المركز الثالث ساري، المركز الرابع سمهر. مبروك. والسيد حسن ناصر البدين مطير يسلم الجائزة لاسطبل العودة الحسيني. ولحظات مشاهدينا الكرام، شوطنا الرابع مسافة 2000 متر، الآن مسافة 10 الجهة تستعد. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، الآن لينطلق بكل قوة شوطنا الآن الرابع. قيصر العود الأزرق، كفلة الشو، ناموس، العراب، لاند أوف إيجلز، مرصاد والمرهب وسترايك ومبداي أيضا في هذا السباق. كما نتابع هذه الخيول المشاركة الآن على هذه المواجهة في فروسية الجهرة. وهناك أيضا مجموعات حقيقة في مراقبة بعض الخيول ومتابعتها أيضا في هذا السباق. ولكن نشاهد أيضا الجواد الآن يقودها العود الأزرق لاسطبل الرزحان بالخيال. لوسيانو لا زال متقدم. هناك بدأ ظهور الجواد كفلة الشو لاسطبل اللامي بالخيال عبد الله بن درعان العجمي. ونتابع هناك أيضا مواجهة بعض هذه الخيول المشاركة من الجواد المرهب لاند أوف إيجلز. العراب أيضا ينتظر، لكن هناك أيضا سترايك لاسطبل البدين ومرصاد كذلك سادسا في هذا الشوط. لكن بالفعل ناموس أيضا في محاولاته في هذا السباق. شوف المتابعة من الجواد المرهب وأيضا كفلة الشو وناموس أيضا على المركز الثالث. ناموس لاسطبل الغريبان. ونتابع الجواد المرهب لا زال متقدم ومسيطر تماما بكل قوة على الصدارة في هذا الشوط. للجواد المرهب كفلة الشو لاسطبل اللامي، وأيضا المرهب لاسطبل خالد باللامي بالخيال سالم العجمي. كفلة الشو لاسطبل اللامي بالخيال أيضا عبد الله بن درعان. ونتابع هذه المنافسة القوية ما بين هذه الخيول في مشاركتها أيضا. لكن بالفعل على هذا التحدي والمواجهة غيصر نعم غيصر قادم بكل قوة الآن في هذا السباق. وكذلك أيضا هذه المشاركة بالفعل على هذا التحدي الذي يجمعها في هذا الشوط. وكما نتابع الآن انطلاقة مميزة شاهدناها للجواد غيصر، بدأ هجومه بكل قوة وبالفعل طايف الكاميرا من قوته ما شاء الله تبارك الله.
هذا الجواد البطل، دقيقتين 15 ثانية 69 جزء من أجزاء الثانية. المركز الثاني المرهب. المركز الثالث سترايك. المركز الرابع الجواد مرصاد. مبروك مبروك. هذا السلوموشن لهذا الجواد غيصر الاسطبل هيب محمد الحجرة بالخيال إيجور. وكما نتابع معاكم مشاهدينا هذه المنافسة ما بين هذه الخيول في مشاركتها أيضا في هذا السباق، وكذلك أيضا مع هذه المنافسة لتسليم هذه الجائزة الآن، وكذلك أيضا مع جميع إخواني المشاركين، وكذلك أيضا متابعتها في هذا السباق. وكما نتابع مشاهدينا الكرام شوطنا الخامس الآن. لحظات بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام لتنطلق هذه الخيول المشاركة الآن من وقتك للاسطبل اللامي كيبل رايت أنكل بوني مايلو بيسنج في هذا السباق. ونتابع أيضا هذه الخيول المشاركة الآن للجواد الآن وقتك، لكن بالفعل كما نشاهد هناك مايلو الاسطبل سلطان شعوال العضيلة من الخارج. والجواد الآن أنكل بوني الاسطبل الهنداس يحاول على المركز الثاني من المنتصف مع كيبل رايت في هذا السباق. وكذلك وقتك أيضا الاسطبل اللامي من الداخل. شوف متابعة الجواد كيبل رايت أيضا يحاول على الصدارة بهذا الهجوم الرباعي على مقدمة الشوط. الآن نتابع هذا التحدي. هناك الآن مايلو لسلطان شعوال العضيلة بالخيال محمد الفرماوي، لكن هذا الجواد كيبل رايت لا زال متقدم ومسيطر تماما بكل قوة على الصدارة في هذا الشوط. وكذلك أيضا الجواد وقتك الاسطبل اللامي بالخيال عبد الله بن درعان المنعطف الأخير والدخول الخط المستقيم. الآن كيبل رايت وقتك وكذلك مايلو في هذا الشوط. وبالفعل نتابع بيسينج الاسطبل الانصاري في محاولاته أيضا في هذا السباق، لكن وقتك الآن في هذه المواجهة مع الجواد كيبل رايت في هذا الشوط. وهناك أيضا الجواد بيسينج الاسطبل الانصاري بالخيال فيصل عياد الفرماوي في محاولات هجوم الآن بكل قوة في هذا الشوط للجواد بيسينج نعم الاسطبل الانصاري لا زال متقدم ومسيطر تماما في هذا السباق مع الجواد وقتك مع الجواد كيبل رايت في هذا الشوط على هذا التحدي الآن ومواجهة هذه الخيول في مشاركتها الآن في هذا السباق. بالفعل فيصل الفرماوي يبدأ على الجواد بيسينج الاسطبل الانصاري ويحقق هذا الإنجاز، وكذلك أيضا المشاركة القوية في هذا الشوط. وبالفعل كما نشاهد الآن هذه المجموعة وأيضا هذه الانطلاقة في هذا التحدي بالفعل لمثل هذه الأشواط. مبروك مبروك هذا الفوز والتتويج. بالفعل يحقق هذا الإنجاز والمشاركة. دقيقة 49 ثانية 53 جزء من أجزاء ثانية بتتويج اسطبل الأنصاري. شوطنا السادس مشاهدينا الكرام الآن مسافة الميل كلاس 3. لحظات الجيات تستعد بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام بمشاركة لهاب ولهيب والجوخ فرايدز ميت وضيدان المعتصم مقباس رفيق السعد بندر الخير على هذه الجياد المشاركة الآن. ونتابع بندر الخير يتقدم بكل قوة على الصدارة في هذا السباق والمشاركة بالخيال أليكس، لكن نتابع الآن بدأ ظهور لهيب الاسطبل العودة بالخيال فيصل فرماوي من الداخل. الآن بدأ يتقدم بنصف طول على المركز الثاني بندر الخير
ونتابع أيضا هذه المشاركة للجواد لهيب لا زال متقدم. شوف هناك أيضا رفيق السعد الاسطبل الرزحان بدأ ظهوره على المركز الثالث، وكذلك أيضا متابعة الجواد مقباس في هذا الشوط. وهناك أيضا فرايدز في هذا السباق الاسطبل العكشان في هذه المحاولات للجواد لهيب لا زال متقدم ومسيطر تماما في هذا الشوط. هناك المعتصم على المركز الخامس في هذا السباق، وكذلك أيضا متابعة الجواد رفيق السعد للرزحان لا زال متقدم ومسيطر تماما. شوف أيضا ظهور الجوخ الاسطبل البرازي بالخيال علي عياد الفرماوي على المركز الثالث، لكن رفيق السعد لا زال متقدم ومسيطر تماما بكل قوة. الجوخ في محاولاته الآن غادم على المركز الثاني رفيق السعد لا زال متقدم. الجوخ يحتل المركز الثاني، ثالثا الجواد المعتصم، ورابعا الجواد مقباس، خامسا الجواد بندر الخير. لكن رميات أخيرة الجوخ الاسطبل البرازيل لا زال متقدم ويحسمها بالفوتو فينش في هذا السباق الخيال في علي عياد الفرماوي، دقيقة 45 ثانية و35 جزء من أجزاء الثانية. المركز الثاني رفيق السعد الاسطبل الرزحان بالخيال عبد الرزحان. المركز الثالث المعتصم الاسطبل الزام البجحوم بالخيال سالم العجمي. المركز الرابع الجواد مقباس اسطبل العكشان بالخيال توفيق، دقيقة 45 ثانية 35 جزء من الأجزاء الثانية في هذا الفوز والتتويج لصالح هذا الجواد. ألف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا التتويج. وكما نتابع الآن يقوم مدير عام الفروسية السيد حسن ناصر البدين بتسليم الكأس الآن إلى عمداء اسطبل البرازي. مبروك هذا الفوز والتتويج لهذا الفوز وهذا الانتصار لحصولهم على لحظات. مشاهدينا الكرام، نتابع معكم شوطنا الآن بفروسية الفروانية. الجياد تستعد، لحظات في انتظار هذه المجموعة وكذلك أيضا مشاركتها لشوطنا الأول. وما هي إلا لحظات ننتظرها معا. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، لتنطلق هذه الخيول المشاركة في هذا السباق الآن للورا أشلية، مهجة، شدقان، دانة، الجنيفة، غالية، المزبان، صبيحة، صهيل، جموح، صليفيح، درين، ومرزوقة، الحضيري، ومهيوبة، الجاهم، آراف، غارة، وهناك حنونة وراية بنت سرمد، منيرة الزعيم. كما نتابع منيرة الزعيم الآن بدأت تتقدم مع شموخ الحمران لمنصور الحبلاني بالخيال هاري. ونتابع أيضا هذا السباق والمشاركة أو الخيال عبد الله هادي العجمي. لكن منيرة الزعيم اسطبل مطلع بالخيال دنل من الداخل في هذا السباق. وكذلك أيضا هذه المشاركة من عريب على المركز الثالث لناصر الهملان في هذا الشوط. كما نشاهد هناك شيهانة الفهاد وأنسي السيف في هذا السباق، وهناك التحدي بالفعل. كما نشاهد الآن هذه الانطلاقة القوية من شموخ الحمران لا زالت متقدمة مسيطرة تماما بكل قوة على الصدارة في هذا الشوط الآن. والتحدي، شوف المتابعة الآن من شموخ الحمران. وبالفعل منيرة الزعيم من اسطبل المطلع، منيرة قادمة بكل قوة الآن في هذا الشوط. منيرة لا زالت متقدمة ومسيطرة تماما بكل قوة على الصدارة في هذا الشوط من شموخ. وكذلك أيضا متابعة شيهانة الفهاد على المركز الثالث. ورابعا في هذا السباق لمرزوق الحضيري لناصر فهد ذيب السبيعي. وألف مبروك بفوز منيرة الزعيم بالفعل
ودقيقة 41 ثانية 4 جزء من الأجزاء الثانية مع السلوموشن. وألف مبروك منيرة الزعيم في هذا السباق، وكذلك أيضا هذه المشاركة مع هذه الخيول. وكما نتابع وشوطنا الثاني الآن، لحظات الشوط الثاني مشاهدينا الكرام، بسم الله وعلى بركة الله، لينطلق شوطنا الثاني الآن بمسافة الآن هذا الشوط 1400 متر، مسافة 7-8 من برقة وكراغيسني، وكما نشاهد ديزرت مان، أمجادي، ريتش جلوري، البورش، تواق، درع الفهد، الديوان، لايفزي بيتش، وهناك مطلع مع ستوبيني ترباس أيضا في هذا الشوط. كما نتابع الآن الجواد مطلع يتقدم على حساب هذه المجموعة والمشاركة أيضا القوية في هذا السباق وتواق. وهناك متابعة هذه الخيول الجواد الديوان الاسطبل الحثلين يتقدم على هذه المجموعة من لايف زيبيتش الاسطبل الزماي بالخيال محمد القني على المركز الثاني، تواق على المركز الثالث الآن في هذا الشوط. وهناك أيضا كما نشاهد الآن الجواد الديوان لا زال متقدم ومسيطر تماما بكل قوة مع تواق الاسطبل البزيع يبدأ هجومه بالخيال لويسيانو، هذا قادم الجواد الديوان مع تواق والديوان. وهناك أيضا لايف زيبيتش في هذا السباق بالفعل الآن يكسب بجدارة لصالح تواق يحقق المركز الأول في هذا الشوط، دقيقة 26 ثانية 52 جزء من الأجزاء الثانية. وبالفعل المركز الثاني الديوان للحثلين بالخيار رافد، والمركز الثالث لايف زبيتش الاسطبل الزماي، المركز الرابع ترباس اسطبل المطلع بالخيال دانيل. مبروك هذا الفوز والتتويج لصالح هذا الجواد ومشاركته في هذا السباق. شوطنا الثالث الآن مسافة 1600 متر، مسافة الميل، بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، لتنطلق هذه الخيول المشاركة الآن في هذا السباق من كسرى ومناحي مذهل آن الأوان، داشينج توبير، أصبح الخير، تكريت، سرحان، متسلطن، هلا غلاب، غزير، ومقرب، ومتباهي، كون، ليلى باد في هذا السباق، تريمينج أيضا في هذا الشوط. كما نتابع أيضا على هذا التحدي الذي يجمعها متسلطن، وكذلك أيضا هذه المشاركة القوية للجواد مناحي الاسطبل الشبرم مع أيضا مشاركة الجواد آن الأوان. وهناك هذه المجموعة والتحدي بالفعل الذي يجمعها الآن في هذا السباق. وبالفعل نشاهد هذه الخيول، هناك مقرب، غزير، وكذلك للباد تريمينج. شوف التحدي الذي يجمعها الآن، وهناك كسرى وكذلك تكريت في هذا الشوط، لكن بالفعل سباق ممتع يجمع هذه الخيول ومشاركتها للجواد تكريت لا زال متقدم ومسيطر تماما بكل قوة. هناك سرحان الاسطبل المطرقة أيضا في هذا الشوط، لكن بالفعل الجواد تكريت مع أيضا مقرب غادم بكل قوة مع أيضا الجواد هلا قلاب في هذا السباق. مغرب يحاول كسرى أيضا يحاول في هذا الشوط من الخارج، لكن مغرب الاسطبل الفرماوي بعد عناء طويل أيضا من هذا الانتصار. نعم الجواد مغرب الاسطبل الفرماوي بالخيال علي عياد، دقيقة 42 ثانية 34 جزء من الأجزاء الثانية في هذا الشوط. وبالفعل الجواد مقرب، وكذلك أيضا المركز الثاني كسرى لون راكان الصالح بالخيال فيصل فرماوي، المركز الثالث
غزير لبن شري المركز الرابع، تكريت الاسطبل الميوني بالخيال يجور. الشوط الآن الرابع، بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، ايدي تيمبل، محمد العزة، حوم، ريد تروب، فياصل، لا تحاتي، بوست مارك، هناك علال، دوك ويجلتون، الاسطبل أيضا الزعبوط والرثعان، العتر، الاسطبل فرهيد، الحسيني. كما نتابع العتر لازال متقدم، دوك ويجلتون الآن في هذا الشوط. كما نشاهد هناك علال للسيحان يحاول أيضا على المركز الثالث في هذا الشوط، وهناك متابعة من فياصل اسطبل بناحي ناصر القني على المركز الرابع، مع متابعة بوست مارك لراكان الصالح أيضا على المركز الرابع من الخارج. لكن بالفعل دوك ويجلتون مع الجواد العتر على هذه المنافسة القوية والتحدي الذي يجمعها الآن في هذا السباق والمشاركة أيضا في هذا الشوط. بالفعل سباق يجمع العتر مع أيضا الجواد دوك ويجلتون، بوست مارك أيضا في هذا السباق في هذا التحدي والمواجهة للجواد الآن. دوك ويجلتون الاسطبل الزعبوط والرثعان مع العتر، الاسطبل فريد الحسيني بالخيال يجور. شوف هناك أيضا مشاركة مميزة للجواد بوست مارك يحاول من الخارج في هذا السباق أيضا على التحدي والرميات الأخيرة، المنعطف الأخير والدخول الخط المستقيم عند علامة التو فورلينج الأخيرة. شوف المتابعة الآن من الجواد بوست مارك لراكان الصالح بالخيال فيصل فرماوي، وهناك أيضا متابعة محمد العز اسطبل السويد بالخيال لويس أيضا في هذا السباق. الجواد الآن بوست مارك لراكان الصالح، نعم يحسمها بوست مارك نعم بالفعل يكسب بجدارة في هذا الشوط. دقيقة 41 ثانية 30 جزء من الأجزاء الثانية. المركز الثاني محمد العز، والمركز الثالث الجواد دوك ويجلتون. المركز الرابع ايدي تيمبل الاسطبل العذاب بالخيال لوسيانو. مبروك، دقيقة 41 30 هذا الفوز والمواجهة القوية، وبالفعل سباق يجمع هذه الخيول. والآن السيد أحمد خالد الشليمي يسلم هذه الجائزة. مبروك للفائزين. متابع مشاهدينا الكرام، الشوط الخامس، بسم الله وعلى بركة الله. الآن مسافة 2000 متر من أمام المنصة الرئيسية، عادل وإيدون كاستل، الوكاد بلال، عجران عازم هلال وهلال بالفعل كحيلان، هناك ذياب، أشقر عسير، تاريخ زيزوم. شوف الجواد زيزوم الآن بدأ يتقدم على الصدارة في هذا السباق. الجواد زيزوم لا زال متقدم ومسيطر تماما في هذا الشوط، وكذلك أيضا متابعة ذياب على المركز الثاني، وهناك أيضا مشاركة من هذه المجموعة وكذلك تحديها في هذا السباق. شوف هناك أشقر عسير، كذلك عجران، وأيضا متابعة لاسطبل السماوي في هذا الشوط مع زيزوم. شوف هناك أيضا التحدي، وأيضا عادل وإيدول كاستل أيضا في هذا السباق، وكذلك كحيلان على المركز الأول مع زيزوم في هذه المواجهة القوية للجواد أيضا هلال، وكذلك أيضا متابعة ذياب في هذا السباق مع أيضا الجواد كحيلان. الاسطبل السماوي لا زال متقدم ومسيطر تماما في هذا السباق. شوف أيضا بدأ ظهور الجواد ذياب مع الجواد كحيلان، هناك أيضا الوكاد لسلمان الخثية أيضا يحاول على المركز الرابع في هذا الشوط. هناك أشقر عسير، وكذلك أيضا متابعة الجواد كحيلان. الاسطبل السماوي لا زال أيضا متقدم على الصدارة في هذا الشوط. تاريخ لراكان الصالح يبدأ هجومه، وراية أيضا في هذا الشوط للجواد كحيلان، وتاريخ كحيلان وتاريخ غادمون في هذه المواجهة القوية للجواد تاريخ. هناك أيضا الوكاد في هذه المواجهة، تحدي صعب، وكذلك أيضا متابعة من هذه الخيول
شوف الآن تاريخ، كذلك أشقر عسير يحاول أيضا من الداخل في هذا التحدي للجواد. الآن عازم من الخارج بكل قوة الآن للاسطبل فريد الحسيني ليكسب بجدارة الفوتو فينش مع الجواد أشقر عسير، وكذلك أيضا المركز الثالث الوكاد، والمركز الرابع تاريخ لراكان الصالح 2:10:20 جزء من الأجزاء الثانية. مبروك لاسطبل فريد الحسيني بالخيال أيجور، عازم يكسب. متابع مشاهدينا الكرام، شوطنا السادس الآن، فروسية الفروانية، شوطنا السادس، لحظات، الجياد تستعد. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، لتنطلق هذه الخيول المشاركة الآن في هذا الشوط. ريان، وهناك خزام السند بيتت كالفادوس، وهناك وجه العز أكرم اندي فار، وفاست أندلوز، أخو عليا، دوبي ستيشن يمناك، وابدان البستان في هذا الشوط. مع هذه الخيول دوبي ستيشن يتقدم بكل قوة مع الجواد أخو عليا على مقدمة السباق. أخو عليا دوبي ستيشن في هذا التحدي والمواجهة أيضا مع هذا الهجوم الثنائي. هناك أيضا بدأ حقيقة التغيرات. ريان الاسطبل عويض بالخيال عبد الله الرزحان قادم بكل قوة مع خزام للرشيدي بالخيال لوسيانو على المركز الثاني. البستان العضيل العلوي على المركز الثالث. رابعا يمناك الاسطبل اليرموك. ريان الاسطبل عويض بالخيال عبد الله الرزحان قادم الى الصداره في هذه المواجهه القويه. ريان، ها هو ريان، نعم يحسمها بكل قوه. دقيقه 12:18 في هذا الشوط. المركز الثاني خزام، المركز الثالث البستان، المركز الرابع يمناك. مبروك هذا الفوز والتتويج لحصوله على هذا السباق والمشاركة في هذا الشوط الذي يجمع هذه الخيول بالفعل ليحقق هذا الإنجاز. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، لتنطلق هذه المجموعة الآن والمشاركة القوية لفروسية الأحمدي لشوطنا الأول الآن في هذا السباق والانطلاقة بالفعل. كما نشاهد نبراس سيلينج أون، وهناك خاطر الوالف مشراف، عشان فهد، شغموم المحيط، دمار، أنكم ياري، الذئب، توك الوغى، ساس الوفاء، وهناك بابلستي بإذن الله. 16 جواد بالفعل ينطلقون بكل قوة من شقموم الاسطبل الميع والبطحاني، يتقدم على حساب هذه الخيول في مشاركتها من نبراس على المركز الثاني الآن. وكذلك أيضا مشاركة في هناك التغيرات، وكذلك أيضا المشاركة للجواد الآن بالفعل دمار، وأيضا الذرب يحاول أبناء بداح الهاجري من الخارج مع نبراس الاسطبل الجون، وكذلك أيضا متابعة خاطر الميادين، لكن شغموم لا زال متقدم الاسطبل الميع والبطحاني على مقدمة الشوط لمسافة هرة الميدان. وهناك أيضا متابعة لكلاس 5 في هذا السباق. شوف الآن شغموم
بالخيال دانيل لا زال متقدم. هذا الجواد الآن بدأ قدومه بكل قوة. عشان فهد اسطبل السيد بالفعل بدأ يتقدم بكل قوة في هذا الشوط. وهناك أيضا مشاركة من الجواد باب الستيل اسطبل الخثية بالخيال محمد الفرماوي من المنعطف الثالث ما قبل الأخير عند علامة 1000 متر مسافة 5:8. وكذلك أيضا مشاركة الجواد عشان فهد لا زال متقدم ومسيطر تماما. شوف هناك الجواد بابلستي الاسطبل الخثية لا زال على المركز الثاني. عشان فهد لا زال متقدم ومسيطر تماما في هذا الشوط. ساسلو فلابنا ملفي الرويس بالخيال أليكس في هذا السباق على هذا التحدي الذي يجمعها الآن من المنعطف الأخير والدخول الخط المستقيم. شوف هناك الجواد دمار الاسطبل الآن بالفعل آل بريك يحاول بكل قوة بالخيال فيصل فرماوي. وهناك أيضا متابعة ساسلو في الأبناء من في الرويس على المركز الثاني. عشان فهد لا زال أيضا متقدم بكل قوة مع الجواد أساس أيضا في هذا الشوط. وكذلك أيضا مشاركة دمار الآن وأساس الوفاء في هذا التحدي مع دمار نعم يحسمها في هذه المشاركة القوية لاسطبل البريك بالخيال فيصل فرماوي. دمار نعم يكسب. وهناك أساس الوفاء لأبناء ملفي الرويس المركز الثالث. الجواد عشان فهد السيد المركز الرابع. الوغال اسطبلة ويران دقيقتين 51:51. مبروك مبروك هذا الفوز والتتويج لصالح الجواد في الفعل لهذا الشوط. ويجمع هذه الخيول المشاركة وكذلك أيضا مشاركتها في هذا السباق. مبروك لانتصار الجواد دمار لاسطبل على البريك. وبتسليم الكأس الآن إلى عمداء اسطبل على البريك والخيال فيصل الفرماوي. وشوطنا الثاني الآن مسافة 1200 متر لحظات كلاس 5 جيسينج ثياتريكلي ديداي هارلي سطام جياد الثنايا في استعدادها في هذا السباق. وما هي إلا لحظات كما نتابع. شوف الآن هذه الخيول المشاركة ودخول الجواد سطام لاسطبل الجلال بالخيال سالم العجمي كما نتابع. اللحظات الجهة تستعد الآن بانتظار اكتمالها وهدوء هذه المجموعة. مضمار الشيخ عبد الله جابر الصباح. لحظات ليبدأ السباق. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام لتنطلق هذه الخيول المشاركة الآن في هذا السباق. ديداي هارلي جيسينج ثياتريكلي سطام في هذا السباق مع هذه الخيول ومشاركتها أيضا للجواد جيسينج مع ثياتريكلي كذلك ديداي في هذا الشوط. وهناك سطام ينتظر في المركز الرابع من الخارج الاسطبل السويد الآن جيسينج. وكذلك أيضا بالخيال لويس المنعطف الأخير ثياتريكلي على المركز الثالث الآن لهذه الثنايا في مشاركتها المنعطف الأخير والدخول الخط المستقيم الآن في هذا السباق على هذه المواجهة وتحديها بالفعل في هذا الشوط في هذا المنافسة الآن. سطام من الخارج ثياتريكلي ديداي أيضا في هذا الشوط. هناك البقية من هذه الخيول في مشاركتها بالفعل من سطام أيضا ديداي سطام ثياتريكلي ثالثا رابعا جيسينج بالفعل. الآن هذه المواجهة الآن في هذه المشاركة للجواد ديداي لاسطبل الدواي مع سطام للجلال بالفعل. الرميات الأخيرة ديداي هارلي يكسب الشوط
في هذا السباق من سطام المركز الثاني، ثالثا فيات تريكلي للزماي، رابعا جيسينج لاسطبل السويد 1200 متر كلاس 5. مبروك والف مبروك بالفعل الآن بتسليم هذه الجائزة، وكذلك أيضا هذه المشاركة علي مسفر فرج العجمي أحد القدامى من ملاك الخيل. لحظات مشاهدينا الكرام، شوطنا الآن الثالث، الجهات تستعد كما نتابع وسام المبير عاج هلا راكان للخير ضاري أبو عامر. لحظات مشاهدينا يبدأ الشوط. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، لتنطلق هذه الخيول المشاركة في هذا السباق الآن من الجواد أبو عامر الخير ضاري هلا راكان عاج، ومشاركة الآن عاج في هذا الشوط على حساب هذه المجموعة. وهناك أيضا متابعة هلا راكان لخالد النصر الله على المركز الثاني، لكن نشاهد الجواد أبو عامر أيضا يحاول في هذا الشوط. هناك للخير ضاري لاسطبل برازي على المركز الرابع من المنعطف الثالث من هذه المجموعة كلاس 4، مسافة 1400 متر، مسافة 7-8 للجواد عاج. الاسطبل وصيص لا زال متقدم بقيادة الخيال أحمد غصاب. وهناك أيضا بقية هذه المجموعة للتحرك للمنعطف الأخير والدخول الخط المستقيم الآن في هذا الشوط. للجواد الآن عاج لا زال متقدم لاسطبل وصيص المطيري. هناك أيضا الجواد هلا راكان لخالد النصر الله، بالفعل عاج هلا راكان بدأ الآن المبير يحاول يبدأ هجومه بكل قوة. المبير الآن في هذا الشوط مع هلا راكان لاسطبل خالد النصر الله، كذلك عاج على المركز الثالث. رابعا أبو عامر للشمالي. المبير قادم بكل قوة في هذا الشوط الآن. المبير لاسطبل الجعيدية بالفعل بالخيال يقور ليحسمها في الأمتار الأخيرة ويكسب الشوط. بالفعل المبير. المركز الثاني هلا راكان لخالد النصر الله بالخيال فيصل فرماوي. المركز الثالث الجواد عاج لاسطبل وصيص بالخيال أحمد غصاب. والمركز الرابع الجواد أبو عامر اسطبل الشمالي بالخيال توفيق. دقيقة 38 ثانية 49 جملة ثانية بتسليم الكاس سيد حمدان العضيلة، ويسلم إلى عمداء اسطبل الجعيدية. مبروك مبروك هذا الفوز. انتظار راية المطلق. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، لتنطلق هذه الخيول المشاركة الآن في هذا السباق، وكذلك أيضا مشاركتها في هذا الشوط. لنتابع الجواد أوردر أوف مالتا، صبر تيسيلاد، حمدنا عبودكا، الفهد ولد رائد كافلهم، وهناك فاروق كينج نبراس وورلد ولا يهمك في هذا الشوط. كما نتابع هذه الخيول في مشاركتها الآن في هذا السباق، والانطلاقة أيضا القوية التي نشاهدها ونستمتع أيضا في مواجهة هذه الخيول. وكذلك أيضا ولد يحاول أيضا يبدي هجومه بكل قوة في هذا السباق، لكن نشاهد الآن صبر الاسطبل غليفص الدوسري مع أيضا مواجهة أوردر أوف مالتا في هذا السباق. وكذلك فاروق كينج نعم الاسطبل جعيدية يحاول أيضا دخولا مع أوردر أوف والمنعطف الأخير والدخول الخط المستقيم الآن في هذا السباق. والمشاركة أيضا القوية هناك كافلهم الاسطبل عضيلة والعتيبي يحاول أيضا هجومه بكل قوة في هذا الشوط. كذلك أيضا متابعة
لهذه الخيول حمدنا، وهناك صبر تيسيلاند. وكما نشاهد الآن هذا التحدي، ولد غادم بكل قوة، لا يهمك الاسطبل خالد عتيبي. كذلك الفهد الاسطبل الثبيتي أيضا في هذا السباق بدأ هجومه بكل قوة، مع أيضا الجواد عبود كلا أبناء ملفي الرويس. لكن بالفعل ولد والفهد، ولد والفهد، لا يهمك ولد ولا يهمك ولد ولا يهمك والفهد. بالفعل الجواد ولد يكسب الشوط الاسطبل البريك بالخيال فيصل فرماوي لهذه المشاركة القوية. بالفعل الجواد ولد دقيقة 47 ثانية 73 جملة الثانية. المركز الثاني لا يهمك لخالد العتيبي. لحظات مشاهدينا الكرام، شوطنا الخامس على كأس المرحوم خالد الداح العذاب. الجهات تستعد، بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، لتنطلق هذه الخيول بمسافة 1200 متر على كأس المرحوم خالد الداح العذاب رحمه الله وطيب الله ثراه. كما نتابع فيصل آل تيسورو، الأمن عن بريال ساندز، الهرم مشراق الذهبي، خير الله مضر أيضا في هذا الشوط. الهرم نعم يتقدم بكل قوة على الصدارة في هذا الشوط بالخيال سالم العجمي. وكذلك أيضا متابعة بريال ساندز الاسطبل الجعيدية مع الجواد الآن خير الله الاسطبل الشمالي. بدأ هناك أيضا الذهبي في هذا الشوط، لكن نتابع خير الله مع الجواد الهرم. خير الله والهرم رمية برمية وبكل قوة على هذه المواجهة القوية من الجواد مضر الاسطبل العكشان على المركز الثاني. هناك أيضا أمبريال على المركز الرابع. بالفعل الآن الجواد مضر يحاول مع مشاركة للجواد الهرم. خير الله الاسطبل الشمالي غادم بكل قوة على هذا التحدي والمواجهة للجواد خير الله نعم ليكسب الاسطبل الشمالي. بالفعل بالخيال حسين العنزي خير الله الهرم المركز الثاني، الاسطبل الشوري المركز الثالث، الجواد مضر العكشان المركز الرابع. الأمنع الاسطبل منيع العتيبي دقيقة 17:82 جملة ثانية لحصول هذا الجواد بالفعل على هذا الانتصار خير الله بمسافة 1200 متر، مسافة 6-8 لاسطبل بالفعل الشمالي. وبتسليم الكأس الآن إلى اسطبل الشمالي. ألف مبروك أبو طلال على هذا الفوز وعلى هذا التتويج لحصوله على هذا السباق. مبروك هذا الفوز. وهناك هدية تذكارية تقدم لعائلة أيضا العذاب، نقول لكم تستاهلون وشكرا.